أهلا بيك يا صديقي العزيز في مباراة من العيار التقيل. بكرة مش ماتش عادي، بكرة آخر ماتش في الدوري. بس مش زي أي ماتش، بكرة ماتش حسم الدوري. الأهلي داخل الماتش وهو في الصدارة ب55 نقطة، ووراهم بيراميدز. وبيراميدز هيلعب في مباراة في نفس التوقيت مع سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز عنده 53 نقطة، فارق نقطتين بس. فارقه في المركز السابع ب 32 نقطة. الأهلي لازم يكسب، وبيراميدز مستني اي تعثر عشان يخطف اللقب. الملعب هيولع والجماهير مش هتسكت، الكل مستني صفرة البداية وصفرة النهاية. بعد المباراة استعدوا لماتش من نار، وتحليل هيكشف كل التفاصيل وصفرة النهاية. بعد المباراة استعدوا لماتش من نار، وتحليل هيكشف كل التفاصيل. نقاط القوة في فريق فاركو: تنظيم دفاعي قوي. فاركو بيتميز بتنظيم دفاعي محكم، وهو اللي بيخلي اختراق دفاعهم مهمة صعبة على الفرق المنافسة. وكمان الهجمات المرتدة السريعة. الفريق اللي بيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، وده بيشكل خطورة على الفرق اللي بتهاجم بكثافة وبتسيب مساحات في الخلف زي النادي الأهلي. وزي ما احنا شفنا في مباريات قبل كده، عماد النحاس بيسيب مساحات في الخلف. الكرات الثابتة، وفاركو بيستغل الكرات الثابتة بشكل جيد، سواء كانت ركنيات أو ضربات حرة، وده بيزيد من فرصهم في التسجيل. نقاط الضعف في فريق فاركو: ضعف في بناء الهجمات المرتدة. ضعف في بناء الهجمات، الفريق بيعاني أحيانا في بناء الهجمات المنظمة، وده بيخلي يعتمدوا بشكل أكبر على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة. الضغط العالي، لما الفرق المنافسة بتضغط عليهم في مناطقهم بيواجهوا صعوبة في الخروج بالكرة، وهو ده بيؤدي لفقدان الاستحواذ في مناطق خطرة. كيف يمكن للأهلي استغلال نقاط ضعف فاركو؟ ده المفروض السؤال اللي تسأله نفسك واسأله نفسي. الضغط العالي: الأهلي ممكن يضغط على دفاع فاركو من البداية، ويستغل أي خطورة في التمرير أو الخروج بالكرة. تنويع طرق الهجوم باستخدام الأطراف والتسديد من خارج منطقة الجزاء. الأهلي يقدر يفتح دفاع فاركو ويخلق فرص للتسجيل بصعوبة. استغلال الكرات الثابتة: بما ان فاركو بيعتمد على الكرات الثابتة، الاهلي لازم يكون حذر في التعامل معها. اهمية المباراة بالنسبة للنادي الاهلي هي مش مجرد مباراة حسم الدوري، هي من اصعب البطولات اللي الاهلي لعبها. التشكيل المتوقع للاهلي اللي هيبدا بيه فاركو: حراسة المرمى محمد سعيد شيكا. خط الدفاع جيفرسون انكادا، احمد عوض، ياسين مرعي، بابا انكادي. خط الدفاع خط الوسط: محمد فخري، احمد البحراوي، محمود عماد، عمر رضا. خط الهجوم: احمد شريف، عمرو ناصر. اخر 5 مواجهات في فريق فاركو: اتعادل مع حرس الحدود 0-0، وتعادل مع النصر 1-1، وتعادل مع بتروجيت 2-2، وفاز على بيراميدز 3-2، وخسر في مباراة الاهلي 2-1. يبقى كده متعادل 3 مباريات وخسران مباراة واحدة. اخر 5 لقاءات في قبل مواجهة النادي الاهلي يعني: فاز على البنك الاهلي 2-1، سيراميكا كليوباترا فاز على 1-0، المصري كسب على 4-2، حرس الحدود فاز 5-0، الاهلي فاز على 5-0، بتروجيت 3-2. وكده يبقى فايز الاهلي 5 مباريات بس، اخر 5 مباريات فازهم الاهلي. والتشكيل المتوقع للنادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى. خط الدفاع: احمد نبيل كوكا، مصطفى العش، ياسر ابراهيم، محمد هاني. وفي نقطه بخصوص خط الوسط اقولها لك شويه كده: اول حاجه امام عاشور، واكرم توفيق، ومروان عطيه. اكرم توفيق بخصوصه، وليه اكرم؟ انا قلت ليه اكرم، لان اكرم بيلعب لاعب ديستروير، يعني ما بيطلعش كتير، عنده ضغط عالي وحلو جدا في قطع الكوره، بس برضه عنده مشكله انه ما بيعرفش يمرر الكوره بشكل كويس ودقيق، ودي مشكله لابد منه انه يشتغل عليها، يعني يشتغل على التمرير. وخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، ووسام ابو علي، يقرا ديشار. قول لي لو انت كنت مدرب هتلعب مين؟ مستني ردك في التعليقات. اشرف داري، اشرف بن شرقي في الهجوم. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله الفوز وحظ اللقب، ويكون اللقب 45 وهي البطوله الصعبه. اشوفك الحلقه الجايه بعد المباراه. بس في مشكله، اني لو اتخصم ال3 نقاط كده يمكن الدوري تقريبا ضاع، بس لسه كله بعد المباراه دي
كله ممكن يطلع للفيفا والموضوع يتطور، ولسه الدوري ما اتحسمش، يعني ما اتحسمش بنسبه كبيره، ولسه هنشوف اي تطورات. هقول لكم معروض.